بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض أجنحة الفراخ في الفرن مشوية كده بطريقة سهلة، ودي أكلة اقتصادية هنعملها مع بعض. يوم عندكش حاجة كده، ما عندكيش يعني أكل وكده، تعملها للولاد، هتبقى خفيفة وجميلة وطعمها حلو قوي، أحسن من يعني مرة هعملها لكم قرمشة ومرة هنعملها كده بسرعة كده. هنعمل معانا التتبيلة بتاعتها: طماطم، بصل، فلفل اخضر، توم باودر، بصل باودر، فلفل اسود، كزبره، توابل شوي، ايه تاني، معلقتين زيت، طماطمايه، ايه تاني يا ربي، علبه زبادي. ده كله هنضربه في الخلاط حلو. وبعد كده هنقطع انا ببقى نقعاهم ومنضفاهم جدا جدا عشان الزفاره يعني. هتنقعيهم كده لمده ساعتين في التلاجة. الطرف بتاع الجنح ده لازم نقطعه ونرميه عشان بيبقى فيه الزفرة كلها. فاحنا هنقطع الطرف بتاع الجنح ده زي ما وريتكم كده، بس انا بتكلم سريع عشان الفيديو يعني. فهنقطعه ونرميه كده. تبلناهم قعدوا ساعتين في التلاجة. هنرصهم كده في صينية وتحطيهم بقى في الفرن لحد ما تحس ان هم استووا. هتروحي مشغلة عليهم الشواية بتاعتك ياخد لون بس. وطلعوا معانا كده بمنتهى الجمال كده ودايبين خالص. بس هو اللون، ما انت الكاميرا مش جايبه اللون الحقيقي، انت متهيألك ان هم خدوا لون غامق. لا، بص الذوبان دايبين جدا وطعم الشوي فيهم وهتعجبك جدا. وبشكركم جدا.